السلام عليكم، ازيك؟ إيه الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقه جديده من قعده رايقه. نتكلم النهارده عن التربيه العسكريه، وديت من اهم المواضيع اللي ممكن تتكلم فيها دلوقتي، خصوصا ان في ناس كتيره بدات تتجه للموضوع ده وبدات تعمله، فعايزين نعرف ايه هو والكلام عليه. اولا كده، انت لو مش من مصر فانت غالبا بنسبه 95% معداش عليك اصلا الحوار ده. تقريبا الموضوع ده موجود في مصر بس، موضوع التربية العسكرية. ألا وهو إيه بقى؟ ده عبارة عن إن واحد لقى إن إيه ده في ناس وحيدة أمها وأبوها، وفي ناس بتاخد إعفاء من الجيش، وناس بترتاح وما بتدخلش جيش. فأنا أعمل إيه بقى؟ أنا أرخم عليهم وأزهقهم في عيشتهم، اللي هو إيه؟ التربية العسكرية. ده يا باشا بيحصل في إيه؟ أنت كواحد دكتور بقى، مهندس، بص يعني في تجارة، اي كلية ممكن تتخيلها، تقوم جايب القميص اللي هو الازرق بتاع الصنايع ده، او اي هدوم تانية شكلها يعني الصراحة وحش جدا. هي مش لازم يكون يعني حاجة صنايع وحش، بس انا بتكلم ان فعلا القميص لونه وحش، شكله وحش. تقوم لابس اليونيفورم بتاعك وحالق دماغك على الزيرو، تكون بقى ايه يعني يدوبك على الواحد كده ولا حاجة او على الزيرو، وتقوم حالق دقنك، وتبقى بص يعني وشك ده مفهوش شعر خلاص. انت شلت الدقن والشنب وكل حاجة وشعرك خلاص، حلقت وظبطت نفسك ولبست الهدوم المعفنة بتاعتك. تقوم رايح يا باشا بقى الجامعة بتاعتك، تعمل بقى ايه؟ كأنك حرفيا في جيش. اول حاجة صفا وانتباه، وتقعد تجري الجامعة. انت تخيل الجامعة دي قد ايه انت بتقعد تجري فيها رايح جاي، ما بتبطلش، عمال شغال جري، ضغط، بقى فاهم يعني اي حاجة ممكن تتخيلها بتعملها. ايه بقى المشكلة كمان؟ ان حضرتك ممكن تبقى في الصيف، ممكن زي الجو دلوقتي كده، الجو حر او شمس، فانت تروح زي الباشا من الساعة 8-9 الصبح لحد الساعة 3-4-5 المغرب مثلا، يعني ده اقل تقدير. تقعد بقى تعمل ضغط وعقلة وجري وتنطيط وصفا وانتباه، وبص حاجة ميري وزي الفل. ففي فعلا دلوقتي اي حد هتشوفه معاك في الجامعة فاهم مشايل دماغه كده خالص، يعرف ان هو في تربية عسكرية. والناس دول ما تتكلمش معاهم، هو فاكرين ان هم بقى انت ازاي بتتكلم معايا كده؟ انا بخدم في التربية العسكرية وبحافظ على امن الوطن والدفاع عنه، فاهم؟ هو فاكر نفسه فعلا في الجيش. مش كده ان هي حياة اقرب للجيش، بس على ايه؟ دلع شوية، ما فيهاش بقى الشغل الميري قوي، وفي نفس الوقت اللي هو طب ليه يعني؟ انت تعال فكر فيها كده، انت ليه اصلا تعمل حاجة زي كده؟ والمشكلة ان هي اجباري. يعني انت اسأل اي حد في الجامعة هيقولك ان انت عشان تتخرج وتاخد شهادة التخرج بتاعتك لازم تكون عديت التربية العسكرية. التربية العسكرية ديت بتبقى اسبوعين، تيجي طول الاسبوعين دول عمال شغال بقى فحت في نفسك لحد ما تجيب اخرك. وبعد ما تخلص الاسبوعين بتاخد ورقة افادة ان انت يا باشا خلصت التربية العسكرية. ايوه يا جدعان، ليه اصلا؟ ليه اخد تربية عسكرية ولا اخد حاجة في الجيش؟ يعني فاهم، جيش ميني جيش كده، حاجة صغيرة بنعودك علشان تعرف. ما هو ليه؟ ما انا كده كده هخش الجيش، ولو مش هدخل الجيش ما انا واخد اعفاء، ليه ترغموني؟ انا متخيل كده اللي طلع الفكرة ديت واحد سادي بيحب تعذيب الناس، واللي هو بقى فاهم يعني كان جايب اخره من الناس القرايبه مثلا، اللي هو مش عايزين يدخلوا الجيش او حاجة. قال انا اعمل ايه علشان اضايق الناس اكتر؟ بس انا اخليهم في الجامعة احلى سنين عمرهم، وان هم بقى شايفين نفسهم ومبسوطين خالص. هجيبهم اسبوعين في الشمس يقعدوا يتفحتوا ويجروا ويعملوا ضغط والشغلانة ديت لحد ما يكرهوا اليوم اللي اتولدوا فيه. وده حقيقي، اسأل اي حد في التربية العسكرية هيلعن امها وهيلعن اليوم اللي اختار فيه. المشكلة بقى ان انت زي ما قلت لك لازم تاخدها. ففي ناس بتاخدها بدري
في اولى مثلا او تانية، وفي ناس بتاخدها في سنة التخرج في الاخر. فانت لو ما خدتهاش انت كده هتتأخر. ففي ناس بتتأخر للاخر وفي ناس بتاخدها بدري. فانت لو بتاخدها بدري بقى انت مفروض ان انت بتحضر وتمام التمام، وتشوف بقى نفسك في المراية. يا لهوي، انا ليا عيال صحابي كانوا في التربية العسكرية تشوف شكلهم متبطلش ضحك حرفيا. العيال وشها املس والشعر مش موجود وشكلهم اسود من كتر الشمس اللي ضربة في دماغهم. بقت حاجة فظيعة. ولو جيت تسأل طب ليه؟ يعني انتوا هتستفيدوا ايه من كل ده؟ يعني ايه الوجه الاستفادة اللي انت تعلمني الحاجة اللي بتحصل في الجيش؟ هل انا مش هدخل الجيش؟ ما انا هدخل الجيش واشوف الحاجات دي كلها وهتعذب. ليه تعذبني في المرتين؟ وكده كده لو مش هدخل فانا خلاص مش هدخل، ليه بقى اجرب؟ بس عارف بقى مين اللي فعلا اللي حظه حلو؟ يعني اسأل كده مين اجمد واحد ممكن يكون حظه كويس واللي ربنا راضى عنه، مش اللي بيبقى معاه فلوس ولا اللي نجح ولا عمل اي حاجة. اللي لحق التربية العسكرية ديت في الاول سنة الكورونا لما كانوا عاملينها ابحاث واونلاين. مجرد اللي انت بتدخل تقعد تملى في شوية بيانات وتمتحن امتحان كده اي كلام، وتقوم واخد الافادة اللي انت بقيت في التربية العسكرية خلاص وخلصتها. فحرفيا دول اسعد ناس، اللي الصراحة انا منهم وكنت من المحظوظين اللي انا عملت كده. اللي هي جت تقريبا فترة كده ايه سنة ولا حاجة او سنة ونص سنتين في الحدود دي. قالوا بس التربية العسكرية هتبقى اونلاين واللي عايز يقدم يقدم. حرفيا البلد كلها قدمت. انت لو كنت تبقى على الموقع اول ما يبدأ، هو بدأ مثلا الساعة 4:30 تلاقي خلاص شطب وخد العدد اللي هو عايزه وما عادش عايز تاني. كتر ما الناس مش مصدقة اصلا ان هي هتبقى اونلاين وهيترحموا منها. مين بقى اللي لبس؟ الناس اللي كبرت دماغها او ما تعرفش او ما قدمتش في التربية العسكرية ده او ما لحقتش حتى. دول يا معلم بقى اللي هيجوا في الاخر هينزلوا الاسبوعين دول وهيتفحتوا. فانت لو في جامعة او داخل جامعة او كده وليك حد صاحبك بجد داخل، فاعرف اللي انت هتبقى ليك اسبوعين فحت هتموت فيهم. فانا من رأيي تاخدهم في الاول بحلوهم بمرهم وتعبهم وقرفهم وتخلص نفسك وتريح نفسك وتخلصهم بدري بدري عشان تقعد بقى بقية السنين براحتك. خصوصا لو انت بتربي شعرك، دي برضو من ضمن الحاجات. يعني ليه ما طولش شعري في التربية؟ يعني اقولك مثلا في الجيش، مع ان برضو مش مبرر بس ماشي، ممكن يكون في الجيش مش عايزين يربوا شعرهم. انما يا جدعان تربية عسكرية ليه احلى؟ انا مش في جيش واقعي، انت فاهم؟ انت ما تشتغلش نفسك، ما تحسسنيش اللي انا خلاص بقى الدفاع عن الوطن وحماية اراضيه. يعني انا في تربية عسكرية جاي اجري شوية وامشي. ايه بقى هيفرق ان انت بتحلق وما بتحلقش؟ فهي كلها قوانين وافكار وحاجات مفروض بتبقى على الواقع، بس ما تفهمش ايه الغية منها. هنستفيد ايه منها؟ ما ملاش اي استفادة ولا اي حاجة. طب ليه اصلا تعملها؟ ما فاهم، مفيش. هو واحد كده عايز يرخم عليك ويضايق فيك وخلاص، هما بيتلذذوا بالموضوع ده. فإلى صديقي اللي هيدخل جامعة او لسه في سنين الجامعة او لسه ما دخلش التربية العسكرية، احب ابشرك واقول لك اجمد وشد حيلك وبص كلنا لها. انت هتقدم كده وتروح وتحضر وتخلص، عايزك تكون في قمة الفرح، لانك انت لو ما فرحتش هيتنكد عليك وهتبقى في مرار لحد ما تكره نفسك. والبنات فعلا من احسن الحاجات اللي بتعملها ان هم في السنين ديت مالهمش في التربية العسكرية ولا جيش ولا اي حاجة. ناس عايشين يا باشا لمزاجهم، كل اللي في دماغهم انا هقضي سنين عادية. انما حضرتك انا لسه في جيش. يعني تخيل كده انت كبنت، انا مش قصدي عليك يعني انت كبنت، بس اللي هو البنات حرفيا وهم في الجامعة انا هخلص الجامعة واروح اشتغل واقدم بقى وابقى سترونج اندبندنت وومن والكلام ده. وانت يا غلبان يا مسكين يا عيني اول ما بتخلص الجامعة عارف اللي مستنيك. انا هقدم بقى في الجيش واروح احضر ورق واجيب مش عارف ورق منين واعمل ايه واروح بقى الكشف الطبي والكلام ده كله.
انا ده موضوع تاني كبير قوي يطول شرحه، وصراحة انا ما جربتوش عشان كده ما اقدرش اتكلم فيه قوي، بس اكيد هنعمل عنه حلقة في القريب في البعيد، اكيد هنعمل عنه حاجة. بس الفكرة كلها ان انت حرفيا عارف الجيش وعارف مصاعب الجيش، فبيبقى بالنسبة لك اصلا التفكير لوحده في الموضوع ده هيموتك. انما البنات يا باشا ولا في دماغها انا هخلص واشتغل او اقعد في البيت او اعيش حياتي ولا في اي حاجة. ندخل على الموضوع التاني بقى، ان الصراحة مهم انا اتكلم فيه قوي، كنت عايز اتكلم فيه من بدري. موضوع ان الكلام اللي احنا بنتكلمه، انت ساعات كده بتفكر هل لو انا مثلا بدي نصيحة او بكلم واحد في كلام معين، كلام زي البودكاست ده، هل فعلا حد بيستفيد منه او بيأثر فيه او بيعمل معاه حاجة، ولا اللي هو كلام زي عدم؟ ما انا ممكن اقعد اتكلم ولا اكن اي حاجة حصلت. مش هقولك بقى ان انت استفادة وخبرة ومش عارف ايه، لا، انت ممكن تكون بتسمع اي حاجة في الحياة، فيديوهات، بودكاست، اي حاجة، لمجرد المتعة، ان انت تضيع شوية وقت، وده مش عيب ولا غلط. انت في احيان كتيرة انت مجرد عايز بس ان انت تفرغ عن نفسك شوية وقت، تتبسط يا اخي. خلينا نقول ابسط حاجة خالص، ان انت متضايق وعايز تسمع اي حاجة تبسطك. بس الفكرة بقى، هل فعلا البودكاست ده او الحاجة اللي انت بتعملها بتسعد الناس، بتبقى تديهم مثلا جرعة من الترفيه والمتعة، بتأثر في واحد في كلامك، بتديله نصايح، ولا مجرد اللي انت بتضيع وقت مثلا وبتتكلم وخلاص؟ ما ده من ضمن الحاجات. انت ممكن مثلا تكون واحد صاحبك تقعد تنصحه وتتكلم معاه، وتيجي في الاخر تفكر هل يا ترى هو اقتنع بالكلام ده ولا لا؟ هل انا كويس او صح ان انا بتكلم مع الناس او بنصحهم او بقول لهم حاجة، ولا اللي هو اسكت احسن؟ دي كلها اسئلة المفروض تيجي في دماغك لو انت مثلا بتعمل حاجة معينة او في حياتك اليومية العادية. انت مثلا مامتك دي، هل الكلام اللي انت مثلا بتقوله لها، هل قلت لها كلام يبسطها، أثرت فيها في حاجة معينة، ولا اللي هو انت وجودك في الحياة زي عدمه، مجرد بتاكل وتشرب وتنام وخلاص زيك زي اي حاجة موجودة؟ مش هقولك بقى اللي انت لازم تكون لك موقف ودور ويحسوا بوجودك ولازم تعمل، لا، لان مش هي ده اصلا برضو الفكرة. انت ممكن تكون وجودك لوحده يسبب لهم الفرحة والسعادة، ممكن، بس التأثير بقى على الحياة ذات نفسها. يعني انا كواحد مثلا، هل البودكاست ده بيأثر فيك مثلا او خلى حياة حد للأحسن؟ دي كلها أسئلة. بس الميزة ان هي مش مستني مثلا إجابة، لان انت بتعمل الحاجة لمجرد اللي انت تعملها علشان حتى قدام ربنا تبقى انت عملت الحاجة دي. انا مش هجبرك مثلا ان انت تسمع الكلام او تمشي في حاجة في طريق معين، او حتى تفكر بتفكير انا اللي عايزه، لان كل واحد له تفكير وكل واحد له تصرفات وكل واحد مسؤول عن حياته اللي هو ماشي فيها. بس ما عليك الا انك تنصح، او حتى لو مش هتنصح ممكن تقدم المشكلة او تقدم الكلام اللي انت عايزه وخلاص. يعني انا ممكن اقعد اتكلم معاك في موضوع معين مثلا زي موضوع التربية العسكرية، انا ما قدمتلكش حلول ولا قلتلك مفروض تعمل ايه فيها، لان انت هتمشي على الكلام، انا مش هقدر اصلا اقول لك حاجة فيها. بس الفكرة لمجرد ان انا بوعيك، بقولك الكلام عن الحاجة دي، تكون عامل حسابك بدل ما تدخل ما انتش عارف فيها حاجة. انت بقى تاخد بالكلام ده او ما تاخدوش، تفكر فيه ما تفكرش، تسمع البودكاست مجرد اللي انت عايز تضيع وقت او تستمتع، دي كلها حاجات انت حر فيها، وانا مش هقدر اجبرك على حاجة ولا حتى حد هيقدر يتكلم معاه. بس لو انت فكرت في الموضوع ده من وجهة النظر الأحسن، إن فعلا الكلام تشوفه ما يمكن الكلام صح، ما يمكن يكون الكلام حلو. انت لو عندك حاجة برضو عايز تديها للناس،
ما تفكرش تقول لا يا عم دول مش هيسمعوني، مش هياخدوا بالهم مني، الكلام مش هيأثر فيهم. عارف انت لما يبقى مثلا حد قريبك وقع في مشكلة وانت عارف حل المشكلة مثلا، وتقول انا مالي او هما اللي غلطانين او هما اي حاجة، لا انت مفروض انت اللي تنصح وانت تقول الكلام اللي انت شايفه من وجهة نظرك صح. هما بقى ياخدوا بيه، ده حاجة كويسة جدا وربنا هيكرمك وانت ذات نفسك هتبقى فرحان وهيقدروك. ما خدوش بيه وعملوا اللي في دماغهم، فانت برضو قدام ربنا انت خلصت ذمتك وانت ارتحت من ان انت قلت لهم الحاجة دي. فياريت كل واحد يفكر في الكلام ده ويشوف ايه اللي يقدر يقدمه للناس ويحاول يعمله، بدل ما احنا فاهم ساكتين كده محدش عايز يقول للتاني ونقول احنا مالنا مش عايزين نتكلم مع بعض. كل ده حاجات مفروض تبدأ تفكر فيها. حتى لو قعدت سنين محدش يتأثر بكلامك او حتى ياخد بيه، مجرد ان انت بعد فترة كبيرة حتى واحد بس يتأثر بالكلام ده وياخده على محمل الجد ويبدأ يفكر فيه ويعمل اللي فيه ويتبسط وتبدأ تغير حياته، دي من أسعد الحاجات اللي ممكن تحس بيها. هتحس بإحساس كده اللي هو يعني فعلا كان ممكن الشخص ده يعمل حاجة غلط وانت اللي قدرت تصلحه او تديله النصيحة او الفكرة حتى اللي ممكن تنقذه او تصلح له حياته او تبسطه على الاقل خالص، ولكن انبساط. انا دلوقتي ببسطك فانت فرحان، ده بالنسبة لي دي حاجة جميلة جدا واحسن حاجة انا ممكن اطلبها. لان الانسان ما هو الا شعور واحساس ممكن يحسه. انت مثلا جرب كده، انت لو زعلان هتبقى الدنيا كئيبة والدنيا وحشة وبص مش طايق نفسك، ولو فرحان عايز الدنيا كلها تفرح ومبسوط وبتبقى في قمة الحياة ومقبل على الحياة وكل حاجة حلوة. فانت في النهاية كإنسان انت مجرد إحساس. لو انت فرحان او قدمت حاجة بتفرح لشخص وحسيت بالإحساس ده، حياتك هتبقى كويسة. لو زعلان هتبقى حكاياتك كئيبة ووحشة، فانت بقى المسيطر عليها وتحاول تخلي كل حياتك حلوة وسعيدة. طبعا مش دايما، لان اكيد هيحصل لك مشاكل، هيحصل لك ازمات، هيبقى في مشاكل في اي حتة ممكن تأثر عليك وعلى نفسيتك. بس الفكرة بقى في ايه او اللي انت مفروض تعمله، ما تستسلمش للموضوع ده او تسيبه ياخدك لمنحنى او مكان انت مش حابه. لا، انت مثلا زعلان او حصل لك مشكلة او في اي حاجة كبيرة اثرت عليك، سيبها تاخد حتى وقتها، لا يوم يومين بس مش اكتر من كده. ما تسيبهاش بقى معاك وتقعد عايش. يعني عارف انت الناس اللي لحد دلوقتي تلاقي النهارده يقولك يا اسطى انا زعلان ومتضايق ومكتئب. طيب يا اسطى معلش وشوف الدنيا فيها ايه وتحاول تبسطه تمام وزي الفل، تجيله بعد سنة تلاقيه نفس الاكتئاب ونفس الزعل ونفس المشكلة وحياته بقت وحشة. طب ليه يا اسطى ما تروح لدكتور نفساني ولا تشوف حد ينصحك ولا تحاول تغير من حياتك؟ لان مهما قعدت انت تتكلم ولا تصلح في انسان، هو لو مش متقبل منك النصيحة او ما عندوش الدافع ان هو يتغير او يبقى حاجة كويسة، يبقى انت حرفيا انت متعملش اي حاجة. مع ذلك لا، تفضل معاه وتنصحه وتكلمه، بس هو بقى يتغير او ما يتغيرش ده هتبقى راجع له هو. فاكيد من كتر ما انت بتتكلم هيجيله يوم هيتأثر مثلا او الدنيا معاه هتظبط، حتى لو مش كده وهيفضل طول عمره. هتكون انت مرتاح ان انت قدمت النصيحة وقلت الكلام اللي يقدر يكمل بحياته صح. نتكلم على حاجة كمان تالتة، ألا وهي النزعة الإيمانية في مصر. بصراحة أنا بتكلم عن مصر لأن ديت الدولة اللي أنا عايش فيها واللي أنا شفت فيها أكتر حاجة. إن الإنسان ممكن ما يكونش متدين، ممكن ما يكونش حتى بيصلي بيصوم، يعني فاهم اللي هو في العبادات بتاعت ربنا مش قوي، وكمسلم أو مسيحي أو أي حاجة الدين عنده مش قوي قوي أو اللي هو متمسك بيه. بس بتيجي في أوقات معينة وتلاقيه غيور جدا وبيحب فعلا الدين. يعني مثلا وليكن هتلاقي واحد ما بيصليش ما بيصومش،
بس لو الدين اتشتم قدامه تلاقيه بيتعصب وبيجادل وبيدافع عنه وبيعمل كل حاجة علشان ينقذه. وبرضو الحاجات اللي انا شفتها جدا في العزا مثلا، شوف لو انت مثلا بتصلي الجنازة طلعت عشان تدفنوا واحد، طول ما انتوا ماشيين هتلاقي كل الناس، انا دي بجد انا شفتها وما كنتش متخيل ان الموضوع هيبقى كده، ان كل الناس بتقف. لو انت مثلا ماشي بتوك توك بعربية حتى على رجلك تلاقي الناس كلها اما توقف في مكانها اول ما تشوف الجنازة او الميت ده ماشي رايح التراب. اكيد الميت مش هيمشي، يعني انتوا شايلينه مودينه التراب، تلاقي كله قام واقف وقعد يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وتلاقي او حتى لو مسيحي تلاقيه بيقول يعني الحاجة بتاعته وبيهتم بالدين اوي ساعتها، مع ان ممكن يكون ما بيصليش، ممكن يكون الايمان عنده مش قوي، بس اول ما يشوف واحد ميت يبقى في حالة من الايمانيات نزلت عليه. انا بقولش ان الكلام ده غلط، بالعكس انت كويس ان انت لسه قلبك في حاجة كويسة من الناحية دي، لان انت مش لازم تكون قلبك اسود بقى لا وخلاص ومفيش دين ومش عارف ايه. لا، انت ممكن تكون مقصر بس في نفس الوقت بتحافظ على دينك، اللي هو لو حد جه ينصحك حتى في الدين تقول والله فعلا انا مقصر انا غلطان، تحاول حتى تحسن من نفسك حتى لو بالكلام. دي من اول اسباب اللي انت تتطور بعد كده وان شاء الله تلتزم بالدين. وكلنا كده، انا ما بتكلمش اللي انا بقولك يعني ان انا الشيخ، لا انا برضو مقصر وفي صلوات ما بصليهاش وساعات كتيرة بيحصل حاجات غلط، دي كلنا طبيعة البشر، وان ربنا اصلا هو مش خلقنا علشان نعبده ونبقى زي الملائكة كده ما بنغلطش خالص. لا، انت هيجي عليك وقت ما تغلط في الدين، ومش هتغلط في الدين يعني تشتمه او كده، لا هتأثر في الدين، هتعمل حاجات غلط، بس اهم حاجة يبقى قلبك لسه نقي، لسه فاكر ان في دين. اول ما حد يجي يكلمك تحاول تاخد بالكلام وتتعظ وتحاول تطور من نفسك في الدين وتعمل حاجات اكتر. انما ان انت تكبر بقى وخلاص والدنيا خربانة فده كده انت فاهم، انت كده وصلت لدرجة مش هتنفع اصلا تبقى حاجة كويسة منها. فحاول ترجع على الاقل خالص كام خطوة، تبدأ تهتم بالدين وتحطه في حياتك، لان طول ما انت راكن الدين على جنب مهتم بالدنيا فانت كده حياتك مش هتنفع. انت ممكن تكون مبسوط في الحياة في الدنيوية والعربية والبيت والدنيا معاك تمام، بس هتحس ان في حاجة غلط، البركة مش تمام، في تعب معين مش عارف تطيب منه، هتلاقي في حاجة غلط في حياتك. حتى لو حياتك كلها صح فهتيجي في الاخر وهتقول يا ريتني كنت كده، او ارجع اعيش تاني، او اعمل اي حاجة كويسة علشان في الاخرة تلاقي مكان كويس تبقى فيه. نيجي بقى لكمان حاجة، الناس اللي ما عندهاش ثقة في نفسها. مش هقولك بقى الثقة ان انت تطلع تعمل بريزنتيشن وتثق في كلامك، لا انا بتكلم اللي انت دايما تحس اللي انت مش تمام، انت قليل، انت مش مؤثر في المجتمع، او مش حاسس ان انت اكبر حاجة ممكن تتخيلها، لا حاسس ان انت انسان عادي. وده على فكرة برضو مش حاجة وحشة، انت ايه المشكلة لما تبقى عادي زي بقية البشر؟ اصل مفيش واحد هيطلع نبغة كده الا واحد بس، انما البشر كلهم عادي. مش لازم بقى تسمع انت لازم تكون المميز، تبقى انت احمد زويل القادم وتعمل حاجة والناس كلها تبقى شبه بعضها وده ما ينفعش وانت لازم تتميز عليهم وتبقى جامد والكلام ده، لا خالص، مش لازم انا اللي اكون كده، لان احمد زويل ما واحد بس اللي طلع احمد زويل، واحد بس مجدي يعقوب، بس مش لازم تكون كل الناس زيهم، لان لو كل الناس زيهم احنا كده فين الحياة؟ كل الناس جامدين، كل الناس حلوين، لا في ناس عاديين وفي ناس لازم تطلع نبغة علشان حتى الحاجات اللي بيعملوها تتسمى باسمهم، وما تتسمى بكل الناس. انت مثلا ممكن تحس ان ده مش مكانك او المكان ده كبير عليك،
او اللي انت مش كويس في الموضوع ده، بس انت لو بدأت فيه وبدأت تشتغل هتحس ان لا، انا ممكن اعمل كل حاجة. بالحديث عن الموضوع ده لسه دلوقتي حتى، اكيد لو انت في مصر عارف الترند او المسلسل ده، ولو انت بره اديك هتعرف حاجة ممكن تتابعها. في مسلسل جديد اسمه بالطو، ده من احسن المسلسلات اللي نزلت قبل كده. طبعا في عيوب وفي حاجات معينة، بس كمجمل المسلسل حلو وفكرته حلوة وبيأدي رسالة. قد ايه كان الدكتور اللي فيه، انا برضو مش عايز احرق قوي، بس اللي هو لما مسك الوحدة كان فاكر ان الدنيا لا ده كبيرة قوي عليا، وانا ما ينفعش اكون كده، وده انا صغير والكلام ده كله. بس لما بدأ يتطور مع الوقت ويجرب هنا ويشوف الدنيا ويعمل حس ان لا والله، ما انا ممكن برضه اكون المدير عادي والدنيا هتمشي كويسة. بس اهم حاجة تبقى انت عندك الثقة والافكار والخبرة ان تأهلك للموضوع ده. وحتى لو ما عندكش الخبرة بتكتسب مع الوقت، بس يبقى عندك الثقة اللي هو انا المكان ده اقدر عليه واعرف اعمل كل حاجة فيه. هتلاقي مع الوقت ان انت لا، كل حاجة بتنجزها عشان انت من جواك مطمن وواثق من الموضوع ده. وده مش تنمية بشرية بقى، ولا اللي هو عافر والكلام ده، فاهم؟ عافر والشغل ده. اهتم بحاجاتك والحاجات اللي هما بيقولوها دي، ان هو اجر قاعة، اجيب 5000 واحد، اخد منهم 200 جنيه، اقوله صدق حلمك وطارت شغفك وابقى جامد، وانت اقوى من اي حاجة ممكن تجيلك، وتقوم واخد منهم فلوس. البودكاست اصلا مش معمول لكده، معمول اللي انت عادي انت قاعد بتسمع كلام نصايح. واحد صاحبك عادي بيقولك ان في حاجة معينة مفروض تفكر فيها تهتم بها في حياتك، لان قد ايه الحياة صعبة، قد ايه في مشاكل وحاجات كتيرة في الحياة انت محتاج تمر بيها وتجربها. انت عمرك في حياتك ما هتفضل في نفس الفقاعة او في نفس المكان الصغير اللي انت كنت فيه زمان. حتى لو انت بتتجنب كل حاجة دلوقتي، هيجي عليك فترات لازم هتحتك بحاجات معينة وهتدخل في مشاكل وهتيجي في حاجات كبيرة ممكن تقع فيها. بس الفكرة بقى انت عايز واحد ماشي جنبك كده، كل ما تعمل حاجة يقولك اعمل كذا، ده صح ده غلط. يعني ما احوجنا لهذا المكان او الشخص اللي هيرشدنا ويقول لنا. فكل اللي انا بحاول اعمله مجرد ان انت بس تاخد حاجة انا جربتها شفتها عرفتها، وتقدر الحياة اللي انت فيها وقد ايه فعلا انت الواحد لسه قدامه كتير، لسه قدامه خبرات، لسه قدامه تجارب. خلصت الجامعة، خلصت الجيش، بدأت في الشغل وحصل لك مشاكل في الشغل، اتنقلت الشغل جديد. كم الحاجات اللي في حياتنا مفروض نجربها ونشتغلها ونعملها بقت كتيرة جدا. وده بطبيعة الحياة الاستهلاكية او الرأسمالية، او حتى لو انت في نظام اشتراكي شيوعي، اي نظام موجود على الكوكب، فبدأت تنخرط قوي في الموضوع بتاع الحياة. زمان او حتى في القدماء لو كل كان تفكيرك وحياتك مجرد اللي انت هتكبر لسن معين، هتتجوز وتخلف وتبدأ تاكل وتشرب وتنام وخلاص على كده. هي دي كانت الحياة. انا بقولكش بقى ان احنا نرجع زمان، بس قد ايه كانت الحياة ديت هي صح الى حد ما، او كانت حلوة. مش الصح بقى ان اشغل دماغي جامد بالعلم والتكنولوجيا ولازم اطلع لسبع كواكب. ايوه ده صح، ده مش غلط، بس ما يبقاش كل تفكيرنا احنا دلوقتي كل تفكيرنا في المشاكل والحاجات اللي احنا وقعنا فيها، وقد ايه الحياة لبخانة ومشايلة من عننا حاجات كتيرة جدا من متع الحياة اصلا اللي هي فيها. يعني انت تخيل الدنيا ديت بقت تشغلك في المشاكل بتاعتها والحاجات الوحشة، والحاجات الحلوة اللي فيها اصلا مش مخلياك واخد بالك منها. بقيت عايش في الحياة يعني ولا كأنك جاي كده تعبان فيها وخلاص. قليل قوي من الناس اللي تحس ان حياتهم
كويسة وماشية تمام ومبسوطين، إلا في حالة واحدة، لو انت راضي ومطمن وعندك اعتقاد ويقين في ربنا ان كل حاجة هتمشي كويسة، وعن اقتناع فعلا ان ربنا ما بيسيبش حق حد. يعني انت هتلاقي اكيد شفت النموذج ده، تلاقي الشخص اللي حياته مش تمام قوي، في مشاكل، الحالة المادية حتى مش كتير، بس تلاقيه مبسوط في حياته الأسرية ناجحة، حياته الزوجية تمام، مع أولاده مبسوطين والحياة جميلة جدا. مشكلة في حاجات معينة بس هو بيقدر يتغلب عليها هو مع أسرته، ده من الرضا، وان هو بيقولك دايما الحمد لله وتمام والدنيا كويسة ومن عند ربنا. فدايما الناس دول هم اللي بيبقوا مطمنين او كويسين. انما لو انت بقى شغلك الحياة وداخل فيها قوي وملبوخ فيها عن كل حاجة حلوة ممكن تتصورها في الدنيا، فلازم ترجع تفكر تاني وتدور على الحاجة الحلوة والكويسة في الدنيا والحياة عشان تقدر تعيشها وتستمتع بها زي ما كنا فاكرين، مش مجرد اللي انت عايش حياتك في عذاب ومتدمر ومخنوق وفي الاخر تموت ولا كأن حاجة حصلت. يبقى انت جيت الدنيا عشان تتعذب وبعد كده مت. لا، انت ممكن تعيش كويس وتتبسط حتى لو بأقل الامكانيات وبفلوس قليلة، لان الفلوس مش لازم هي اللي تبسطك. انت مجرد اللي انت 5 جنيه حتى لو جبتلك شوية لب يا عمي وتمشيت بيهم بالليل، ده بالنسبة لك سعادة وروقان. في حاجات كتيرة صغيرة جدا انت لو عملتها هتحس فعلا بفرق. لمجرد مثلا ان انت واقف في البلكونة بالليل كده الساعة مثلا 10-11 في الهواء اللطيف، نسمة الهواء الباردة اللي بتبقى بالليل ديت، وانت مثلا قاعد بقى بتتفرج على النجوم ولا القمر ومستمتع بحياتك، هي ديت ممكن تبقى بالنسبة لك لحظة من احسن لحظات اللي عدت عليك في حياتك. هي ديت الحاجات اللي بتأثر فينا، مجرد حاجة بسيطة صغيرة. قيس على كده بقى كم الحاجات اللي ممكن تعملها هيبسطك وتفرحك بأقل الامكانيات وتنسيك التعب اللي انت ممكن تشوفه. واخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة الا وهي الهدايا بتاعت اعياد الميلاد. يا جدعان كفاية هدايا ملهاش لازمة، ابوس ايديكم. يعني ليه انا كواحد مثلا يجيلي شرابات، يعني انت فاهم اللي هو انت ليه يا اسطى بتجيب لي شرابات يا اسطى؟ انت شايفني مثلا ما بمشي حافي؟ يعني يا جدعان ما تظبطوا الهدايا. انا ما بقولكش اللي انت بقى تهتم وتموت نفسك، بس على الاقل خالص هات هدايا تنفع. ما تجيبليش مثلا بارفان اللي هو طب وانا ريحتي وحشه. يعني ممكن فعلا حد يفكر بالتفكير ده. يعني افترضنا انت مثلا بتلبس سمارت ووتش اللي هي الساعه الذكيه، وما بتلبسي ساعات من اللي هي الكلاسيك العاديه خالص محجره اللي هي بتاعت زمان دي. ليه انا كشخص اجيب لك هديه ساعه وانت اصلا ما بتلبسهاش؟ انت بتلبس سمارت ومتعود على السمارت. ما انا لو جبت لك ساعه من ديت مش هتلبسها ولا حتى هتفكر فيها. يبقى انا تعبت نفسي وصرفت وقت ومجهود وفلوس في حاجه انت مش حاببها ومش عايزها ومش هتستفيد بيها. يبقى انا كده استفدت ايه؟ انت مش هتيجي تكلمني ولا تقولي انت يا اسطى جايب هديه وحشه ولا اي حاجه، لا هتقولي ماشي كتر خيرك وتسلم والف شكر، بس من جواك مش هتبقى مبسوط، مش هتبقى فرحان. الهديه مش هتأثر فيك زي ما تكون مثلا عارف اللي انت محتاج حاجه معينه او بتحب حاجه معينه وتجيبها. زي انت مثلا بتحب الطبخ والاكل فاجيب لك حاجه تبعها، بتحب مثلا الهدوم فاجيب لك حاجه تبعها. يا اخي لو بتحب حتى البرفانات ممكن اجيب لك ماشي برفان. انما ما يبقاش انت مثلا جايب لي حاجه انا ولا هستخدمها ولا عايزها ولا اي حاجه. وبعدين بقى الهدايا العمليه، في ناس كتيره بتحب الهدايا العمليه وفي ناس كتيره برضو ما بتحبهاش. فانت شوف الشخص اللي انت جايب له ده بيحبها ولا لا. يعني مش طبيعي اللي انت تيجي انا مفروض اجيب له مج علشان يشرب فيها علشان دي هديه عمليه وجميله وحلوه وزي الفل. وممكن يسطا هو اصلا ما بيحبش الهدايا العمليه، هو ممكن يبص فيها مج اللي هو انا ما بشربش مثلا، او يحسها باحساس مش حلو، او يفكر فيها باحساس تاني اللي
لا طب ما تشوف اصلا هو بيفكر في ايه او بيحب الهدايا العمليه ولا لا. انت ممكن تجيب لي مثلا طابلوه عليه صورتي، حاجه مش عمليه وغير منطقيه وشكلها وحش. هي اكيد شكلها حلو وقيمه، بس اللي هو يا اسطى انا مش هحطها برضو في البيت عندي يعني كتذكار. ده بالنسبه لي انا على الاقل. فكل واحد يشوف ايه الهديه اللي ممكن الانسان التاني يحبها او يتعلق بيها ويجيبها. انت مثلا بتتاثر بالكلام فاجيب لك كارت فيه كلام، بتتاثر بحاجه معينه اجيبها لك. انما شفت مثلا فيلم بلبل حيران، فن اختيار الهدايا، ولازم تقولها وهي متقطعه كده، لان لو قلتها وهي سليمه تحسها مش منطقيه او فيها حاجه غلط. لا، فن اختيار الهدايا. وده على فكره الصحيح 100% واكيد صح. ان انت الشخص اللي انت بتجيب له هديه لازم تشوف هو بيحب ايه. ما تجيبلكش ساعه وانت اصلا ما بتحبش الساعه. لما كان بيقول لها خدي الساعه ديت، هي ما بتحبش الساعات فاجيب لها ليه؟ نفس الكلام لو انت مثلا ما بتحبش القراءه، تقيسها انت ما بتحبش القراءه، انا هجيب لك الكتاب ليه؟ او انت بتحب القراءه ممكن اجيب لك حاجه تانية مش حاببها مثلا. فيا ريت نهتم بالموضوع ده اكتر من كده، لان فعلا في مصر بالذات، انا ما اعرفش برضو في الحتت التانية، بس بشوف كتير ان الهدايا يا جدعان مش كده. يعني انا المفروض اجيب هدية علشان ابسطك بيها مش علشان اضايقك بيها. خصوصا بقى لو انت جايب هدية جهاز معين ولازم تبقى فاهم التعليمات وتقعد تقرأ الارشادات، ولو مثلا مكتوبة بلغة غريبة انت مش عارف تقرأها مثلا بانجليزي وانت بتعرفش تقرأ انجليزي، يا له تقعد تترجم وتشوف بيشتغل ازاي. انت نفسك ممكن تزهق وتموت قبل ما تعرف الجهاز ده بيعمل ايه. فتجيب هدية كويسة حلوة بسيطة استمتع بيها واشكرك عليها، او تجيب لي حاجة ماشي زي ما انت عايز بس تقول لي الحاجة دي شغالة ازاي. انما بقى جو الهدايا اللي انا ما بحبهاش او اللي هي فاكر ان انا بحبها او عايزها وانا في الاخر مش عايزها. انت ممكن تسأل على فكرة، ممكن تيجي قبل عيد ميلاده لو انت مثلا خلاص الدنيا دقت بيك وما انتش عارف هو بيحب ايه ولا بيكره ايه ولا ايه الحاجة الحلوة اللي ممكن تبسطه او تعجبه، خلاص يا اسطى اسأله، قول له يا عم انت بتحب ايه، نفسك في ايه، انا دلوقتي عيد ميلادك جاي اجيب لك ايه. والله يعني اكيد هتبقى احسن. هي ممكن ما يتفاجئش بالهدية بس اكيد لو جبتها هيفرح ويتبسط اكتر بكتير من انك لو جبت هدية هو مش حاببها. لان الموضوع ده صعب ويا ريت نهتم بيه شوية عشان خلاص تعبنا بجد. وفي النهاية انا بشكرك جدا انك كملت الحلقة للاخر، ولو عندك اي حاجة ممكن تقولها لنا تبقى ابعتها على صفحة الفيسبوك. بجد انا بشكر كل واحد بيسمع البودكاست ديت وساهم في ان البودكاست ده يبقى حاجة او له اسم حتى موجود من ضمن البودكاستات اللي ممكن تتسمع. فبجد شكرا لكم جدا وبس كده، احلى مسا.